السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. النهارده انساتي ستاتي جايه لكم بوصفة جديدة جدا، وهم خطيرة. زيت اللوز. كلنا بنسمع عن زيت اللوز بس محدش عارف ايه فوائده، او قليل مننا او كتير مننا على حسب يعرف فوائد زيت اللوز الحلو الطبيعي للبشرة وللشعر وللجسم. احنا النهاردة بقى نستخدموه للسكراب للبشرة، سكراب للبشرة، تنعيم، ترطيب، خيوط رفيعة، تجاعيد مبكرة. مش عايز بص، يعني انا لو قعدت اتكلم من هنا لبكرة على فوائد زيت اللوز الحلو للبشرة وللجسم وللشعر، مش يعني عايزة 10 كتب قراءة. بس انا النهاردة هقول لكم الوصفة بتاعتنا ايه فايدتها بالظبط. زيت اللوز هيعمل ايه في الوصفة بتاعتنا النهاردة. زيت اللوز الحلو مفيد من الزيوت المفيدة للبشرة جدا جدا جدا. بيحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، وفيتامينات ألف وإي، وبروتينات وبوتاسيوم وزنك، وبيعمل كمان على إنتاج الكولاجين، وبيمنع ظهور الخطوط الرفيعة في الوجه والتجاعيد المبكرة في البشرة، وبيحافظ على نعومة ونضارة البشرة، وبيشتغل كمان على تنظيف المسام، يعني الأتربة، بقايا الميك اب اللي بتبقى في مسام البشرة والحاجات دي كلها. احنا النهاردة بقى هنستخدمه في الوصفة بتاعتنا النهاردة، ويا رب الوصفة تعجبكم ان شاء الله وتكون مفيدة بالنسبة لكم. ندخل على الوصفة عشان ما اطولش عليكم. هيا بنا يا شباب. هنبدأ نعمل ايه بقى؟ طبعا المفروض الوصفة دي عاوزة سكر بني، بس انا جبت السكر عندي خشن بني سيكة كده. انت لو عندك بقى متوفر عندك السكر البني يا ريت تحط منه معلقتين. ادي معلقتين اهم. تمام. العسل الابيض. تمام. لو ما عندكيش بقى بني ولا عندك خشن ماشي شغال، بس احنا بنقول الخشن عشان خاطر ايه ينفع في السكراب بتاع البشرة. واحد، اتنين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا ريت كلنا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. هنحط معلقة صغيرة من زيت اللوز على المكون ده، ونبدأ نشتغل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لايك يا شباب، لايك بوليز. قلب قلب قلب، اعجن اعجن اعجن. ايوه كده اهو. ده بقى سكراب تعمليه 5 دقايق على البشرة، 5 دقايق ما ينقصوش دقيقة. خلاص كده انا عندي كده المكون بتاعي خلاص. الوصفة بتاعتي كده اشتغلت، قلبتها ببعضها اهو تقليب تمام 100 اهو زي ما يعني اهو. هبدأ بقى احطه على ايدي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله يا شباب ونتوكل على الله. كلها حاجات طبيعية من بيت، من البيت. مين ما عندوش سكر؟ معلقتين كده في السريع. شوية عسل. ما عندكش عسل اكتفي بالسكر وزيت الزيتون. هنبدأ بقى نعمل سكراب 5 دقايق بحالهم، وادعك كده كويس قوي وشك بحركات دائرية 5 دقايق كده كده. انا هدعك مع نفسي كده وبرجع لكم بعد ما اغسل ايدي. رجعت لكم تاني يا حبايبي بعد ما غسلت ايدي. شايفين الفرق؟ بالله عليكم شايفينه ولا مش شايفينه؟ والله العظيم وقسما بالله نعومة البيبي، جسم البيبي ناعمة. شايفة؟ يعني شوفي، جميلة جميلة بسم الله ما شاء الله. نعومة يعني لو حد خطوبتها فرحها قريب، خطوبة، مروشي وشك بالسكراب ده. بص تقشير، نعومة، ترطيب، مفيش خيال، وقسما بالله خيال. يا رب تكون وصفة النهاردة عجبتكم أفادتكم يا رب. وتكون الكل استفاد منها. وما تنسوش اللايك وكومنت الجميل، ويا ريت تفعلوا جرس الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. مع السلامة. باي.